حباب ديالي السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف قلت لكم في هذه القناه غادي نولي نحط شي قصص اللي كانوا عندي في القناه الاولى ووقعوا فيهم مشاكل واضطريت اني نحيدهم، ومن بعد ان شاء الله غادي نتفقوا على المحتوى اللي غادي نكملوا فيه في هذه القناه. بلا ما عليكم، راكم عارفين شنو خاصكم ديروا. بطبيعه الحال ما تنساوش من الدعم، بارطاج، لايك، تعاليق. وكنبغي نقول لكم كل شيكم من القلب، كنبغيكم. ما نساوش الصلاه والسلام على الحبيب محمد، ونبداو على بركه الله. سميتي حياة، وأصلي من بني مسكين، النواحي ديال سطات. وكبرت وسط واحد العائلة عادية، ما عدناش وما خصناش، والحمد لله كنا حامدين الله وشاكرينو على داكشي اللي عطينا. با واخا كان فلاح على قد الحال، ولكن ما كان منقصنا من حتى شي حاجة. وانا كنت انا هي الكبيرة في الدار، ومن مورايا جوج بنات وولد. با دخلنا المدرسة وكان كيدير داكشي اللي في جهدو باش نكملو قرايتنا، ولكن المدرسة عندنا في الدوار كانت كتحبس حتى الشهادة، ومن بعد كيخصنا نمشيو للسطات فاش نقراو. وما كانش عنده الجهد، ما كانش يقدر يخلي خدمته في البلاد. ايوا كنت خرجت من الشهادة وجلست في الدار، كنعاون امي على الشقة ونعاونها على خوتي. وكنا متكين على دار جدي وجدة اللي كانوا تا هما كبار وقلالين صحة. كنت كنتعاون انا وامي على الشقه ديال الدور بزوج. كبرت في داك الحال، راكم عارفين الشقه والتمارين ديال العروبيه. حتى كنت درت 17 عام وكانوا جاو فيا الخطاب. ويلي ميلود ولد عمي العربي اللي ساكن حدانا، اكبر مني ب7 سنين وكان عايش في اسبانيا. ميلود كان لا يعمرها دار، وكان عرفوه من وانا مازال صغيره. وكان فين ما كيجي شي عام ما كينسى حتى شي واحد من الجيران، كل واحد كيطيب خاطره بشي حاجه. كان سخي وولد الدار الكبيره، وطبيعته سبحان الله العظيم ماشي بحال خوتو كانوا صعاب بزاف من غير خوه الكبير. ايوا كنت تزوجت به وجلست مع دارهم، وكان موعدني انه غيدي لي الوراق وغيديني معاه. غير تزوجنا وبدا كيقاد لي الوراق وهي تنيض ليه مو، قالت ليه نون وكحل العيون واش تديها، خليها معايا في الدار تعاوني، وانت بقى تجي عندها مره. شوف ولاد عمك كاملين شكون فيهم اللي يدي معاه مرته. حطاتو بين السخط والرضا، وبقى هو بين نارين، ما بقاش عارف خاطر من يشد. ايوا قال لي غير صبري شويه، ان شاء الله غادي تبرد ونعاود نجبد معاه الموضوع. وقلت ليه ماشي مشكل. وصراحه تقال واخا هي كانت صعيبه بزاف، ولكن على الاقل مره كانت كتخليني نمشي نشوف دارنا، وانا على الاقل هاد الحاجه كانت مهنياني. كنمشي نطلع على الدويره ونعاون امي شويه في خوتي. والشقه انا مولفاه من صغري ما كانش كيغلبني كاع. بقينا على داك الحال حتى حملت بنتي الاولى، ما كانت قداني فرحه. وديك الساعه ميلود كان بدا كيقاد ديال الوراق، وقال لامي غنبدا نديها غير تولد تما ورجعها. ايوا بشويه حتى تقبلات القضيه، ولكن فرحتنا ما كملاتش. ومنين وصلت ل6 شهور وواحد النهار وانا كنكنس في الحوش، حسيت بواحد الدوخه. الهزه اللي غنهز راسي ونعيط على خالتي ما بقيتش عقلت. منين فقت لقيتهم هازيني ومدخليني للقبه، وكنت كل دمايات. لوسا مشي كيجري وعيط على القابله. منين جات امي عيشه قالت لهم ضروري ما تهزوها دابا للسبيطار. ايوا كانوا هزوني الاثنين، تما كانوا قلبوني وقالوا لي داكشي اللي فكرشك مات الله يرحمه والله يعوض عليك بخير. ديك الساعه بقيت كنغوت وكنبكي، جاتني بحال العافيه. انا شحال من نهار وانا كندوز وانا وبنيتي كنعاود ليها، وكنت فرحانه ملي عرفتها بنيه، وكنحسب ليها الدقايق والسوايع امتى تزاد. وكنت فرحانه حقاش وراقيه كانوا قربوا يخرجوا ونمشي عند راجلي. دس عليا مزيان وكان جميل وصبرني، وقال لي مازال ان شاء الله تولدي وليدات اخرين، وهاد البنيه غادي نلقاوها في الجنه. ولكن عرفت راسي انني عاوتاني غنبقى جالسه مع جوزتي. وداز مده طويله ما بقيتش حملت، عام ونص. عييت، حاجه اللي قالوا لي شربيها والدوايات العشوب ديال السبيطار كلشي شربته وما جابش الله. حتى بدات عجوزتي كتدق عليا بالهضره، وكل ساعه كتقول لولدها الا ما بقاتش كتولد نوض تزوج باش تولد وليدات، كراه الزمان كيجري وانت ماشي باقي صغيور. ولكن ميلود الصراحه ما عمر ما سمع لهضرتها، وكان كيقول لها شوفي امي الوليدات الا مكتابين غادي يجيو ان شاء الله. داز عامين وحملت مره اخرى. كانت فرحتنا قدها قداش، واخا الحمل ديالي كان صعيب وكان خاصني ضروري ما نتبع مع الطبيبه. كان ميلود جا عندي 2 مرات في ديك 9 شهور. امو كانت غير كتنقر وكتقول لي واش غير انت بوحدك اللي مراتك حامله؟ تزوجناك باش تجمع يديك وباش تجمع راسك؟ شفتك عاد ما زدتي في الهبال. ايوا كان جا حضر معايا في الولاده، وكنت ولدت وليد
كيحمق بالزين تبارك الله، غير باه محطوط من صوت. ميلود كان طويل وبيض وحروفه كحلين، والوليد تبارك الله تزاد على خير، تقريبا 5 كيلو. داكشي علاش ولدوني بالفتيح. وميلود ولا غادي يحماق على ولدو، ولا غير غادي جاي، حتى لواحد الوقيته وقال لمو صافي ما نقدرش، غادي ندي معايا مرتي وولدي. عيات ما تغوت وما خلات ليه اللي غير اللي نسات، ولكن في الاخر كان طلع لنا وريقاتنا ودانا معاه. والله على راحه، ما كاينش من حسن انك تدخل دارك وتسد عليك بابك. حسيت براسي بحال يلاه تزوجت انا وميلود، وعشنا ايامات غزاله بزاف. ميلود كان حنين لواحد الدرجه ما تصورش، وما عمره ما خسر ليا ولا كبر فيا شي حاجه، لا انا لا ولدو. كان غير كيتخلص وكيخرج ولدو الحاجه اللي عجباتو يشريها ليه. ملي كنت كندور فيه وكنقول ليه خلي ودير دواير ديال الزمان، كيقول لي انا ولدي، انا كبرت يتيم وما بغيت ولدي ينقصو حتى شي حاجه. حقاش عمي عربي الله يرحمه منين توفى كان خلى عند ميلود غير 7 شهور. وعقوتي الصراحه تقال، كانت مرا ونص وما عاوداش تزوجات، وكبرات ولادها وخضربت عليهم التماره. وكان كلشي في الدوار تيقول لها مرا ب100 راجل. كانت فيه واحد المحنه غريبه بزاف. كان الا مرض لينا صلاح كيبقى سهران حداه الليل كامل، واخا كدينا انا عينيه ونغمض ونعس كان فيه كنلقاه هو باقي جالس حداه. الا ديناه يدير غير الجلبه وبدا كيبكي حتى هو كيغمض تغرغروا ليه عينيه. ميلود من نهار جيت عنده للدار هو كيقول لي انا راه ما غنستقرش هنايا، واحد النهار غادي نرجع في حالي وغادي ندير مشروع ديال الكواره ديال الدجاج. في الاول ما كانش عاجبني الحال، وكنت ديما كنقول ليه خلينا نكبروا ولادنا هنايا، ولكن هو قنعني في الاخر. وفعلا منين دار صالح 4 سنين كنا رجعنا في حالنا، وكان دخل في المشروع هو خوه الكبير وخوه الصغير. وخا داك الصغير فيهم ما كان داخل بتا شي حاجه، غير كانوا دخلوه معاهم باش يخدم. في بلاصه ما كان نهار وما طال هو جالس في الراس ديال الدوار. بناو دوك الكواره وخسر الزبابل ديال الفلوس في الماتيريال وفي كاع داكشي اللي خاصهم. كانوا شراو واحد الارض كبيره، والنسبه الكبيره كان عطيها راجلي، وكانوا حفروا فيها البير وداروا فيها الكوتا كوت. كان كيضرب التماره ديال بصح. النهار وما طال هو وقف على خدمته. هو خو احمد الصراحه اللي طلعوا داك المشروع، اما حتى خوهم الصغير شعيب كان مره كيجي يطل وما حاط حتى ريال، وداخل معاهم بنسبه في المشروع. هو بشويه بشويه الحمد لله بدا كيتحرك شويه داك المشروع، وبدا كيبان لهم منه الربح. واحد الصباح كيف العاده فاق ميلود وفطر وخرج كيطلع على الدراري اللي كيجمعوا البيض. انا كنت رجعت تكيت حدا صلاح شي شويه حتى كنسمع الغوات، وكنسمع احمد كيعيط عليا حياه. خرجت كنجري لقيتهم هازين ميلود مرابعه، دخلوه للدار وانا وليت كلي كنترعد. كان كله كيترعد وكيقول لي خطيني. ومشى خوه كيجري جاب الطوموبيل وهزيناه ديناه للسطات. تما كانوا قلبوه وقالوا لنا ضروري ما خاصو يمشي للكازا يدير شي تحاليل، وكنا درناه للكلينيك داروا ليه بزاف ديال التحاليل، وكان كل نهار كيخرج علينا بغسيل الفندق. وفي الاخر كانت اكبر صدمه لينا ملي غادي يجي الطبيب وغادي يقول لنا راه عنده السرطان. هذاك الخبر طاح عليا كيف الصاعقه وما قدرتش نصبر. كنت كنغوت في السبيطار وكنبكي. اللي كيشوفني كيقول غير ما تلها شي واحد. ما كنتش كنبغي نبين قدامه، كي مين كنبقى بوحدي كتجيني 100 فكره وفكره في الراس. كانوا بداو ليه مباشره الحصص ديال الشيميو، وانا ما عمرني ما كنت كنخليه يمشي بوحدو. كنت كنخلي ولدي مع دارنا، وكنمشي مع راجلي كنوقف عليه وما كنخلي حتى شي واحد يقابله، حقاش ميلود كان طبعو خايب، كان معياف وما كانش كيرضى. وقبل ما يبدا التريتمون كانت قالت لنا الطبيبه راه عندك احتمال كبير واحد 85% انه باقيش يقدر يولد. داكشي علاش الا كنتو مازال باغي الاولاد خاصنا نديرو التجميد ديال الحيوانات المنويه باش نهار تبغي تولدي نديرو لك العمليه. وداكشي كان غالي بزاف، وحنا مازال ما عرفناش الدواء ديال ميلود شحال غادي يخصو. وقلت ليها لا، عندنا واحد الوليد الله يجعل فيه البركه، ولا كان الله مكتبنا الوليدات راه مازال غادي يجيو القدام. اهم حاجه عندي دابا هي راجلي برا. من بعد كندخل العمليه وكنديروا لي استئصال ديال الخصيه. مباشره مورا العمليه بدا الحصص ديال الشيميو. كانوا صعاب بزاف، ولكن واخا هكاك هو كان كيتحمل وما كانش كيبغي يبين. وانا مهريه فيه في الماكله، واي حاجه كتقول لي الطبيبه كنتبعها. الحمد لله واخا دوزنا دوك الحصص صعاب وكان فيها شويه ديال التكرفيس، ولكن كانت النتيجه زوينه. وقالوا لي على ان 90% ديال الميكرو كنحيد، ولكن خاصو يبقى ديما كيدير الكونترول. في الاول قالوا لنا على شهرين، من بعد على 6 شهور، من بعد قالوا لنا على عام. والحمد لله فيما كنا كنديروا سكانير ولا التحاليل كنلقاو ان داكشي غادي وكينقص.
حتى ما بقاو كيلقاو والو. دازو أعوام حتى دار ولدي 7 سنين ونص. واحد النهار وانا واقفه كنطيب في الكوزينه حتى جاتني الدوخه وغير عليا خاطري. انا مع داكشي اللي شفت مع ميلود كنت تخلعت وبدا قلبي كيضرب، وغير قلتها ليه هزني ديك الساعه داني للسبيطار. منين قلبوني قال لي مبروك عليك راكي حامله. انا في الاول ما تيقتش وقلت لهم ما يمكنش، وعاودت للطبيبه الحاله ديال ميلود كلها. قالت لي انا متاكده من الحمل، ولكن باش نزيدو نتاكدوا غادي نعطيك ديري التحاليل. وفعلا التحاليل خرجوا على انني حامله. انا كانت معجزه بالنسبه ليا. ذاك الوقت سجدت انا وميلود وحمدنا الله سبحانه وتعالى وبقينا غير كنبكيو. في العروبيه كان واحد الجهل كبير بالمرض ديال السرطان، وباقي حتى لدابا عندهم بحال الحشومه ان شي واحد يقول انا عندي سرطان، وخصوصا سرطان ديال الخصيه. كيحسب لهم انه ما غيبقاش راجل، وكانوا كيعايروا ميلود شحال من مره. منين قربت ندخل الشهر التاسع كان البرد والشتا، وكان ميلود ضربو البرد. هنا ما نشاو ليه في الدويان ونديروا ليه في الحشوب، وديك الكحبه ما بغاش تفوتو. واحد شويه ولا ملي كيكح كيخرج لهم الدم حاشاك. انا ما قدرتش نصبر وقلت ليه والو غنمشيو للمدينه. هزيناه وديناه للسطات وصيفطونا عند الطبيب اللي كان متابع معاه. شدوه دوك اليومين وبداو عاوتاني في التحاليل وفي السكانيرات، ولقاو للاسف انه رجع ليه السرطان، وهذا المرض ضرب ليه الريه. وهاد المره دوز عليه كتر من المره الاولى، هلكو بالمعقول. كنت كنتقطع كل نهار وانا كنشوفو كيتألم قدامي وما مسوقله ليه حتى شي حاجه. واخا كنت متقله كرشي ما كانش كبيره بزاف، وكنت ما كنقول لهمش راني حامله باش يخليوني ندخل معاه، حقاش كان ممنوع للحوامل يدخلوا ديك البلاصه. في السيمانه فاش غادي نولد، فاش غادي يدير هو العمليه، ولدت هند بنتي الحمد لله وتولدت بخير وعلى خير، وباها ما حضرش ليها حقاش انا كنت ناعسه في بلاصه هو في بلاصه. ونهار 5 ايام غير خرجت بلاص ما نمشي للدار، مشيت عنده نيشان وديت ليه بنته باش يشوفها. ما كانت قدها فرحه، عنقها وبقى كيبكي وقال لي سمحي لي حقاش ما قدرتش نكون معاك. انا كنت موالفه كنجلس معاه 24 ساعه على 24 ساعه، وهذيك 3 ايام جاني فحال تبدل عليا فيها. هاد المره التريتمون كان غيكون طويل بزاف، داكشي علاش جبت معايا اختي وامي وكرينا في كازا. وولدي ما بقاش كيمشي للمدرسه حقاش ما كانش عندي مع من نخليه تما. كانت كتمشي معايا اختي للسبيطار وكتشد ليا بنيتي وانا كندخل نشوفو، وملي كنخرج نرضعه وعاوتاني نرجع عنده. كنت تلفت وما بقيتش عرفت فين نعطي الراس لولدي، لان نهار وما طال هو كيبكي عليا، ولا بنتي اللي باقا صغيره، ولا راجلي اللي محتاج ليا، ولا راسي اللي باقي الفتحه حتى ما تجمعات وباقا كلها كتعقرني. وكنت كنهز ونحط نحس بكرشي غادي يطرطق. شي كامل كنت كنقول يا ربي غير يبرا ويوقف على رجليه لوليداتو. دوز العمليه والحصص ديال الشيميو اللي خرجوا ليه، وقالوا لنا ديوه للدار يستريح واحد 15 يوم وعاودوا رجعوه. كنت كنشوف راجلي قدامي محطم وما قادة ندير ليه حتى شي حاجه. كان كيضل وكيبات الحريق والدواء مبقى كيقضي ليه حتى شي حاجه. كنت كنشوفه فايق وما قادرش ينعس وانا ما كنقدرش نقرب ليه، وكنبقى غير فواحد القنت وكنبكي على نهار كيضعف وما بقاش كينعس لا ليل لا نهار، والكحبه كانت كتشدو حتى كتبغي تخرج ليه روحو. درت ما كنت كنهزو نحطو، هذيك الفتحه ديالي كاع قيحات ومرضات. كانت كتعطيني الصداع، ولكن الوقت باش نمشي نطلع عليها عند الطبيب ما كانش عندي نهائيا. كنت كندي لها غير الدواء ديال العرب ونخليها، حقاش كان واحد الخيط بقى واحد ليا لداخل وهو اللي كان مكرفسني. واحد الليله ميلود هو متكي حتى شداتو واحد الكحبه، وحسيت بيه غادي يموت كيكحب وكيخرجوا ليه الدمايات. قلبي بدا كيضرب وما عرفت ما ندير. كنت غير انا وامي ديك الساعه، واش كنجري كندق على الجيران اللي معاك زعما كنعرف وكنطلب فيهم هذاكم عيطوا لي لومبيلونس. حتى كان جا واحد راجل واحد جاري اللي كتر خيره وقال لي فين متبع هو. عطيته الدوسي، راه كان ناعس في الكلينيك الفلان فلاني. هو عيط ليهم، ديناه للكلينيك وشدوه 4 ايام وتقاداو الفلوس وما بقينا لقينا فين نحطو الراس. تبدا معاناه جديده مع السبيطار ديال الدوله. كنت كنديه وكنبدا نبوس دوك الفامليات في يديهم، وقليل فاش كتلقى شي وحده اللي تشوف فيك وتحن فيك، بقاش كان كل مره كتعمر ليه الريه بالماء وكيخصهم يخوها ليه. خوتو اللي خاصهم يجيو وقفوا معاه كانوا كيجيو يطلعوا عليه واحد الساعه ولا ساعتين ومن بعد كيمشيو فحالهم. خوه الكبير حمد الوحيد اللي كان كيجي مره وكيقول لي سيري استراحي شويه، وما كنتش كنبغي نمشي ونخليه. الوقيته ديال الحصص ديال الشيميو ميلود كانت كرفس بزاف، حقاش كان الصباح كيدير الشيميو، في العشيه كيتنفخ ليه صدرو كيخصهم يخوي ليه الماء. كان مسكين كيتعذب نهار وليل، وانا كنت كنشوف فيه وكنتقطع ما كنتش كنصبر. واخا هكا كان املي عند الله سبحانه وتعالى، وكنقول لهم شحال من واحد كيتكرف حتى تيعيا وكينوض، حقاش الموت اللي كتقتل ماشي المرض. العمر اللي كيقتل.
نصبّر راسي حتى نعيا، ولكن غير كندخل عنده ما كنقدرش نكمّل فيه الشوفة ودموعي كينزلوا. كنسالى الحصة التالتة وعنده 15 يوم باش الحصة الأخرى، وقالت لينا الطبيبة خرجوه وديوه للدار يستراح. كان ولا فحال الكميشة. فينا هي ديك العظمة اللي كان وقفت وقفة دوام لله، ولا فحال شي وليد صغيور إلا ما هزوهش ما يتهزش من بلاصتو. خرجناه وديناه للدار، وكان معايا لوسي. نعيط لخوتو وعيط لمو وقال لهم اجيو شوفوا خوكم راه كيموت. ما كان في راسي والو حتى لقيت الدار غادي تطرطق وهو مريض وشاد الفراش، ورد معايا البال. يشوفني غير مقلقه ولا مخنزره كيقول لي مالك يا حياه، شكون اللي مقلقك؟ ولا شفت شي واحد غوت عليا ولا ما هضرش معايا مزيان كيدور فيه. دخلت عنده وغسلت ليه ومسحت ليه ونقيته كيف العاده. ميلود كانت عزيز عليه الريحه، كانت ريحته كتضرب من كيلومتر، وعزيز عليه حوايجو ديما يكونوا نقيين ومصلوحين. منين مرض ما قطعت عاده، كنت ديما كنصلح ليه حويجاتو ونعطرهم ونبخرهم عاد كنلبسهم ليه. دخلت عنده للبيت وسديت الباب وعشيتو وقاديتو، هز راسو وقال لي تكيني عليك شويه وعندك نعقرك في الفتحه. بركتو وتكيتو عليا وقال لي عيطي لي لخوتي ولمي. بقى مسكين كيتسامح معاهم وقال لهم ساعتي وصلات. وانا غير قال هكاك ودموعي ما بقاوش بغا يحبسوا، وكنقول ليه اسكت عافاك ميلود، اش هاد الهضره كتقول؟ قول عاد بالله مش راجيم. قال لي يا لوصيه ما كتقتل ما كتحيي. تسامح مع خوتو مع امو ووصاهم على ولادو. قال لهم وصيتي لكم وليداتي وامال تهلاو فيها وما تخسروش ليها خاطرها، اللي خسر ليها خاطرها بحال خسر ليا خاطري. وانا كنت كنبكي وكنت نخصص، ما قدرتش نحبس دموعي وما قدرتش نوض حقاش كان متكي ليا. سالا معاهم الهضره وقال لي صافي عييت تكيني واحد شويه. تكيتو وخرجت على برا، بديت كنبكي وكنتف في راسي. خرج عندي احمد وكيصبر فيا وقال لي دابا ان شاء الله يولي لاباس يا حياه. نعلي الشيطان وكوني مرا، راه السيد غير يعطي الوصيه والوصيه ما كتقتل ما كتحيي. راه شحال من حي بكى على الميت ولا كان عمره في الدنيا مازال يتقلفض وينوض. بقاو كيسكتوا فيا وجابوا لي بنيتي باش نرضعها. يلا شديتها غادي نبدا نرضع فيها حتى سمعت شعيب غوت لداخل وقال حمد اعتق اعتق. رحت بنتي لامي ما عقلتش عليها ودخلت كنجري. دخلت عنده لقيتو كيخرخر ومازال عاقل على شوفتو بين عينيا. انا واقفه حدا الباب، هو عينيا عليا عيني عليا، وضربه الدوره باش نجي حداه وبقى متبعني بعيني حتى جيت حداه. مبقاش كيهضر ديك الساعه، يلا كيخرج بالزز ديك لا اله الا الله محوجه. طاحوا لي جوج دميعات من عينيه، ما عرفتش كيفاش حتى مول الامانه دا امانته. ديك الساعه شعلت فيا واحد العافيه وبديت كنغوت. موتو جاني فحال شي كابوس وباقي اليوم ما بغاش يتصرت ليا. كنا بينا نزو داك الليل ونديوه للبلاد ولكن ما وافقوش لينا وكانوا جاو دارنا. ومنين دخلت صلاح باش يشوف باه خرج عندي وقال لي يا ماما بابا دعما كيجاوبني، يمكن باقي ناعس. كيفاش غادي نشرح ليه؟ كيفاش غادي نقول ليه راه باك مات؟ عرفت كيفاش نشرح ليه انه ما بقاش معانا؟ هبالو اللي كان جايبو على باه على من غيجيبو دابا؟ كانت كناستي كاينه ولكن انا مرفوعه. العزو ديال راجلي كامل كان عقل على الغوات والبكا، ما عقلت على حتى شي حاجه. كيفاش درنا الاجراءات وكيفاش ديناه وكيفاش دفنوه هادشي كله تمسح ليا من راسي حقاش ما كنتش موجوده. فعلا كنت مرفوعه حتى من بنتي، امي اللي كانت كتشدها ليا حتى كترضع. اما انا يديا كانوا فاشلين وعقلي ما كانش معايا. دازت 3 ايام وانا باقا تالفه وكندور نقلب على ريحته في الدار. ولدو كل ساعه يبكي ويسول عليه. بنتي وليت كنعطيها الحليب، ما بقيتش كنقدر نرضعها. واحد الصباح مورا الفجر وانا نايضه للكوزينه باش نقاد ليها الرضاعه ديالها، حتى كنسمع كوسي هي وولدها مجمعين وكتقول ليه الا رجعت ليكم الارض ها وجهي ها وجهكم. مشات ليكم الارض ومشى ليكم المشروع. ديك الساعه عاد بحال تصرفقت. داك النهار مازال عيطت لوسي وقلت ليه شوف احمد، انت راك فحالك فحال خويا، هذا اللي دفنتوه راه خوكم ماشي قرض ولا مش. انا راني بنت الناس وكنخاف من الله اللي خلقني. حقكم راه ما عمرني ما غادي ناكلو. وجبت ليه الوراق وكلشي اللي كان جامع ميلود في الشانطه، حقاش ديك الساعه فاش كنداروا المشروع كندخلوا فيه بثلاثه، هو واحمد وراجل اللي كانوا داخلين بالفلوس، اما خوهم غير دخلوه هكاك. ولكن كلشي كان دار في سميت راجلي حقاش هو كان عنده الوراق على انه داخل من اوروبا وكان عنده تسهيلات في شحال من حاجه. لوسي قال لي هادشي باقي عليه الحال وهذا هو ظنوني فيك. انا قلت ليه لا، هادشي خاصنا نحيدوه اليوم قبل من غدا ولا غادي يبقى متقل على راجلي في قبره. نتوما خذوا رزقكم وانا عطوني رزقي ورزقوا وليداتي.
وكانوا عيطوا على العدول وداروا ديك عدة الإيرات والورثة. ملي مشيت نتنازل لهم على الأرض بقى العدول كل ساعة كيسولني واش متأكدة لالا من هادشي اللي غديري. قلت له متأكدة، أنا عارفة أن هاد السميات هادشي غير في الوراق اللي في سميت راجلي، وأن لوسي الكبير راه داخل مع راجلي بالفلوس، ولكن الصغير كانوا مدخلينه غير هكاك، ولكن ما عندي ما ندير، كل واحد اللي عنده شي حق يديه. وغير سينيت ورجعت دخلت للدار حتى بدا جات العجوزة وولدها الصغير له، وكيف يدوشوا في الدار كلها ما خلاو حتى شي قنت من الحوايج ديال المرحوم، جبدوهم وفرتوهم قدامي. وقالت لي مو فينا هما الفلوس اللي خلا ولدي. قلت لها خالتي واش نسيتي ايامات الاخرى راه كنا كندوزو غير في سبيطاره المخزن، حقاش الفلوس كلهم مشاو في الكلينيكات. كتغوت وكتقول لي الشفاره ولدي كان حاط الحرام ديال الفلوس في الدار. ولدها غير بالكلام الخايب وقال لي جميع حوايجك وخرجي من الدار، هادي دار الورثه. انا تصدمت وبقيت غير كنبكي، ما تسنيتش منهم ان يديروا بحال هادشي، لكن ما كان عندي حتى شي حل. هزيت حويجاتي وحويجات ولادي، اما حوايج المرحوم الحاجه اللي حطيت على يدي كيقول لي ماشي من حقك، هادشي ديال الورثه. ديك الساعه فهمت انهم كانوا ساكتين غير حتى نسيني على الوراق ديال الارض. هزيت حويجات وليداتي وبديت خارجه وانا نتلاقى مع خالته في الباب. هزات داك الشنطه اللي هزا فيها حويجاتي وفرتاتهم كاملين وبدات عاوتاني كتقلب فيهم حتى ما لقات والو. وقالت لي راجلك كنت مسلفاه 50,000. انا بقيت غير كنشوف فيها، قلت لها ميلود ما عمرو ما قالها ليا، وزيدون هو ما عمرو ما تسلف وما كيحملش السلف نهائيا. قالت لي كنت مسلفاها ليه في الوقت اللي مرض جات طلبها ليا وعطيتها ليه، ودابا دبر راسك بغيتي تعطيها ليا هو هذاك، ما بغيتيش تعطيها ليا انا ما مسامحاش فيها. وشفت حتى عييت ومشيت لدارنا وجبتها ليها. من بعد قالت لي بنت عمو، قالت ليهم ويلي كون غير قلت لها شي مليون ولا شي 100,000، ندمت علاش قلت لها غير 50، جاب لي الله باش نزل لجداري. انا اللي رجعت لدارنا مطلقه بلا برا بلا محكمه. الموت الموت اللي فرقاتني على راجلي. صلاح كل نهار كيبكي وكيقول لي ماما يلا نمشيو لدارنا، يمكن بابا يكون جا من السبيطار، يقدر بابا يجي وما يلقاناش، ويبدا كيبكي. وانا غير كنشوفو هكاك وكنبدا نتقطع، كنبدا نبكي حتى كنولي نتف في شعري. ما قدرتش نصبر، صبرت حتى عييت وتقضى صبري. مرضت ومرضت معايا دارنا كاملين. اما دارهم داكشي اللي داروا فيا ما يديروش العدو العدوه. داز عامين ما عمرهم عقلوا على دوك الوليدات ولا جاو شافوهم، من غير لوسي حمد اللي كل ساعه مسكين يجي يطلع عليهم ويخرجهم، ومازال كل شي هازين عداوته. وكيقولوا ليه الا بغيتيها وعينك فيها سير تزوج بيها، وكيجبدوا ليه صداع مع مرته وكيقولوا ليها بقاي حاله فمك حتى تجي بنت السعديه وديه ليك. قال لك ما وردوه ما فكوا رباطو بحال هاد الكنس اللي عندي. حتى من حمد بقاو تابعينه حتى ما بقاش قدر يجي للدار، وفين ما يتلاقى مع با يقول لي غير سمح ليا. قلبي كيتقطع على ولاد خويا ولكن ما سوقرش ليهم. كنحاول انني نكون قويه ونهز وليداتي، ومشيت جلست مع خويا والصراحه تقال مراته ما عمرها ما خسرت لينا، ولكن ديما كنحس براسي متقله عليه. خرجت نخدم ولكن وليت دايره بحال ديك البهيمه اللي تقلوها بزاف وعطاوها شي طلعه طويله غير كيجبد معاه شي واحد كطيح. كنمشي ما بيا ما عليا وداير في بالي باغا نخدم. موقف صغير كيوقع ليا في الخدمه كيحطمني وكيرجعني للور، وكندخل عاوتاني في اكتئاب. وخويا ما منقص وليداتي من حتى شي حاجه وكيقول لي هادو بحال وليداتي، لكن صلاح فين ما كيمشي للمدرسه وكيشوف شي وليد ولا شي بنيه مع باها كيجي وكيبقى كيبكي وكيقول لي بغيت نعرف با فين مشى. ولدي ما بغاش تدخل لي ان باه مات، وكيفاش غنشرحها ليه انا؟ اليوم كنحس براسي انني ما كنتش قد المسؤوليه. وليداتي انا اللي خاصني نهزهم حقاش امانه من باهم. ما كرهتش اللي سمع قصتي وفات منه هاد التجربه يقول لي كيفاش قدر يخرج. انا الحمد لله مؤمنه بالله ومؤمنه بالقدر خيره وشره، وكنصلي وكنصوم من صغري، ولكن جهدي لا جهد الله. فراق راجلي ما قدرتش عليه وكنشوف راسي ظالمه راسي وظالمه حتى وليداتي معايا. كانت هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم. ما تنساوش صاحبه القصه من الاراء ديالكم، وما تنساونيش من الميساجات الحلوين ديالكم، واللي ما دارش ابوني يعاود يديرها دابا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش كنبغيكم كلشيكم، والسلام عليكم.